الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايب قلبي، معانا فيديو مشتريات. فيديو المشتريات الاسبوع زي ما احنا متعودين النهارده الخميس. فانا نزلت السوق كده، جبت الطلبات بتاعتنا دي. هوريكم احنا جبنا ايه مع بعض كده. يلا بينا نشوف الاسعار ونشوف المشتريات بتاعتنا النهارده عبارة عن ايه، وايه اللي جبناه وايه اللي ما جبناهوش. يلا حبايب قلبي، يا رب يرخي قوت المسلمين، اللهم امين. ويا رب يطعم كل فقير، اللهم امين، ويطعم كل مشتاق بالذريه الصالحه، ورحم اخواتنا المستضعفين في غزه وفي كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين امين يا رب العالمين. الله اكبر. زيت ودم. الاول يا حبايب قلبي، انا وانا جايه من السوق كده كان معايا 20 جنيه. جبت 4 كيلو بصل، 4 كيلو بصل من دي الكيلو ب5 جنيه. جبت 4 كيلو ب 4 كيلو ب20 جنيه. البصل بقى ده على جنب، فده كان من اهم المشتريات النهارده، لان انتوا عارفين ان انا فرست كل البصل اللي معايا. فانا جبت 4 كيلو ب20 جنيه بصل. ده هخزنه، يعني هعلقه زي ما هو كده، هربطه واعلقه فوق في العشه بتاعه الطيور، بحيث انني لما عاوز بصله فريشه، سلطه، اكل، اي حاجه، اخد من ده. حته بقى اتوسخت عادي هنبقى ننضفها. جات برضو اهم حاجه برضو كانت معايا، كانت ناقصاني ازازه الخل دي، ما كانش عندي خل خالص. جبت ازازه الخل دي ب 13 جنيه. وادي فود دي جميله، من انواع الخل الجميله اللي انا بحبها. وجبت الصابونه دي. الصابونه دي انتوا شفتوها معايا في المشتريات الاسبوع اللي فات ب 15 جنيه، بجد ريحتها جميله وحلوه. وجبت اتفضل معايا 2 جنيه من 13 جنيه دوت. قمت جايبه كيس اوكسي اللي هو الجل ده، ابقى اغسل بيه عبايه، اغسل بيه النقاب بتاعي، اغسل بيه اي حاجه. جبت دوما يعني كده 15 و15 30 جنيه دول. كيس خلطة الغسالة ده ب10 جنيه. وجبت ده شاور، هحطه برضو في ازازة من اللي هي بتشتغل بالضغط بتاعت الشامبو او بتاعت اي حاجة، برضو هحطها على الحوض تساعد مع الصابونة ديت، لان انتوا عارفين الصف بقى هنغسل ايدينا، هنعمل. جبت ب10 جنيه شاور وب10 جنيه خلطة غسالة. بالنسبة يا حبايب قلبي للفاكهة بتاعتنا، فانا جبت ده ب15، ده ب25 جنيه الكيلو. جبت الكيلو ونص، هي وزنت لي ب40 جنيه، هو ب25 جنيه الكيلو. جبت ب40 جنيه اناناس. وده برضو كان ب25 جنيه الخوخ، وفي ب40، يعني عشان انتوا ما تقولوش لا انا بضحك عليكم، في ب40، وفي اللي هو الرفيع شويه ده ب25، وزنت لي برضو ب40 جنيه. كان معاها جوافه. الجوافه يعني مش بايظه قوي، تنفع للعصير وكده. انتوا عارفين ان الجوافه ب 35 وب40 جنيه، يعني الناس بتبيعها كده والناس بتبيعها كده. هي مش بايظه، هي بس يعني من حطه القفص على القفص. جبت دومت منها 2 كيلو ب50 جنيه، قلت يبقوا العصير. الطماطم العسل دي، انا عندي طماطم للطبيخ في الفريزر وكده، فانا قلت استكفي بان اجيب طماطم بس للسلطه. جبت الطماطم دي ب8 جنيه الكيلو، وربع ب10. جبت ب15 جنيه، وزنت قلت له وزنت ب15 جنيه. هي من اصل الكيلو وربع ب10، يعني ب8 جنيه. فلفل على شطه، انا عندي فلفل كتير، يعني انا عندي الفلفل كتير جوه في التلاجة، وعندي ليمون الحمد لله. فانا بما ان عندي الليمون وعندي الفلفل، فانا قلت اكتر في الشطه، بحيث برضو لو بقى معايا الاسبوع الجاي شطه اجيب نص كيلو بس فلفل. فانا جبت كيلو فلفل على شطه ب15 جنيه. كيلو برنجان، ده كيلو برنجان اهو، جبته ب 15 جنيه الكيلو البرنجان. ماشي يا حبايب قلبي، برضو الفلفل زي الشطه، البرنجان زي الفلفل والشطه ب15 جنيه. جوزي في الشغل، فانا جبت كيلو شبر من ده كيلو شبر كده ب50 جنيه. انا جوزي في الشغل يعني مش هيجي الا اخر اليوم، فانا جبت الكيلو الشبر ده، انا اتغدى بيه دلوقتي انا وولادي. قلت اجيبه ده ب50 جنيه. بالليل بقى هحتاج ان انا اعمل حاجه طازه، بحيث ان هو برضك ما ينفعش يبقى جاي من الشغل ياكل سمك بيض. فانا جبت ده الكيلو ب120 جنيه، اللي هي السردينه دي. جبت الكيلو ب120 جنيه. قلت بالليل ليها كل واحد ياخد له واحده كده على المشي. الكيلو ب120، جبت كيلو واحد بس، يعني كده معانا السمك 50 و120 يبقوا 170 جنيه سمك. جبت اللي هي السردينه دي جميله جميله جميله، نفس البلاميطه بس بتتقلي، وممكن ان انت تشويها، بس انا جايباها بالليل اعملها جنبها رز احمر وهقليها عشان جوزي ما يجي. انما دي هعمل شويه رز ابيض دلوقتي ونتغدى انا وولادي كده سريع سريع.
اما بالنسبه بقى للسردين فانا هسيبه لحد جوزي ما يجي. وده بتكون بقى يا حبايب قلبي مشترياته كلها. انا حبيت اصور لكم كده خارج المطبخ بحيث ان انتم تعرفوا انا جبت ايه. وجبت بقى البصل هو اللي جميل جميل، يعني الكيلو وربع ب10. بقول الكيلو وربع ب10، الكيلو ب5 جنيه. فهو بالنسبه له فرصه. ادخل الحاجه دي. انا حبيت بس اذكركم ان النهارده الخميس بيكون فيديو المشتريات بتاعي. فاحنا جبنا بقى كل الحاجات. انا الحمد لله عندي بطاطس وعندي التوم، انتوا عارفين ان انا مخزنه التوم. عندي جوه الحمد لله عندي خيار وعندي جزر في الفريزر. هوريه لكم حبايب قلبي. انا حاولي ان انت ما تجيبيش في الايام الصعبه ديت الحاجات اللي انت محتاجاها. جايبين جوافه وجايبين اناناس. الجوافه ديت هاخد كام حبايه منها بس اعملها كده، اقطعها على اناناسيه على خوخيه بحيث لما جوزي يجي يلاقي اي حاجه كده ياكلها يحل بيها بعد السمك. جبت انا بصوا والله عندي اهوت. شوفوا عندي الفلفل اهو زي ما قلت لحضراتكم. الكيس ده كله فلفل اهو. ده كيس ده كله فلفل. وعندي هنا ليمون اهو الحمد لله. ده كيس ليمون اهو. وعندي جزر وعندي خيار اهو يا حبايب قلبي. فانا ما اروحش اجيب حاجات على حاجات بحيث ان اللي انت هتحتاجيه هو اللي انت هتستخدميه. عندي برضو هنا بتنجانه اهي. انا في حاجات بعينها بالاكياس بتاعتها كده عشان احتفظ بالرطوبه بتاعتها. عندي برنجانيه اهي. فالحمد لله طالما عندك الخير. شوفهم وده 4 ليمونات كمان اهمت ولا 5 ليمونات. فلا انت عندك الحاجه تروح تجيبي حاجه على حاجه ترميها ليه. يلا حبايب قلبي انهي معاكم الفيديو بقى واجهز بقى بالراحه كده، لان انا كده مش هجهز غدا دلوقتي. مش هجهز الا بعد العصر. ابني يعني ولاده في مشوار ومش هيجوا الا بعد العصر. واحنا لسه زي ما انتم سامعين كده. الله اكبر الله اكبر. زي ما انتم سامعين لسه كده اقامه صلاه الظهر. فانا مش هعمل الاكل يبرد. انتوا عارفين السمك لازم يتاكل سخن. اخلص بقى يا حبايب قلبي. وانا حبيت بس ادوكم نبذه عن مشترياتنا كده. معنا البصل اهوت ومعنا حاجاتنا كلها ومعنا الحاجات اللي كانت في الفرازه في الثلاجه. وعندي طماطم وعندي بطاطس اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وعندي توم فريش وتوم في الفرازه. عندي الحمد لله بيت مستور اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عندي المكرونه القلم اللي انا كنت جايباها السوق اللي فات. وعندي عدس بجبه. عندي مكرونه كنت جايباها في التموين. فالحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يجعل الخير في بيوتنا. انهي معاكم الفيديو بقى واروح اشرب لي كوبايه شاي واكل قرصه من اللي انا كنت عاملاها، لان بجد انا جايه من السوق فاصله. كل اسبوع وحضراتكم طيبين. ولايك واشتراك في القناه. ربنا يكبر بخاطركم. ربنا يكبر بخاطركم. والحمد لله انه نصر ياسين. كل اللي فرحان لياسين يحمد ربنا ويخاف على عياله. انا بجد من ساعه ما عرفت الحكم اللي صدر عشان ياسين وانا قلبي فرحان. خافوا على اولادكم وحافظوا على اولادكم وما تسيبوش ولادكم مع اي حد. ما تسيبوش ولادكم عرضه لكل خسيس وكل ناقص. ربنا يحفظ اولادكم واولاد المسلمين جميعا. والسلام.